السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل اللفت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا كلنا بنحب مخلل اللفت سواء كبير او صغير، مننا بيحبه جدا وعايزينه يكون موجود عندنا طول السنة، بس كلنا عارفين انه بيستوي بسرعة وملهوش روح. النهاردة هنعمله مع بعض بطريقتين، بالطريقة السريعة وكمان هنعمله بالطريقة لو عايزة تحتفظي بيه لشهر رمضان او تحتفظي بيه لمدة شهور عندك، هيبقى عندك زي الفل. قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت لو اول مرة بتشوفيني وتشوفي قناتي، يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف ويستحق اللايك يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في الاول كده جبت طبعا 5 كيلو من اللفت، نقعتهم في المية لمدة 4 ساعات. بعد كده غسلتهم غسلة كويسة جدا من اي اتربة او طين فيهم، ودلوقتي هنبدأ نقطعهم. تقدري تقطعيه بالسكينة العادية جدا، لو ما عندكيش سكينة المخلل دي وتقدري تقطعيه بسكينة المخلل دي، بتدي شكل جميل جدا. اللفت اللي هتلاقيه من جوه زي السفنج كده، ده استغنى عنه، مش هينفع في التخليل، حتى لو خللتيه هتلاقيه باظ منك. ودايما لما تروحي تشتري اللفت اشتري اللفتايه اللي هي يكون وزنها تقيل. هنبدا نقطعه بالطريقه دي قطع صغيره، قطعي التقطيعه اللي تريحك، بس انا بحب اقطعه كده قطع صغيره بحيث اللي ياخد قطعه ما يرجعهاش تاني، هي تبقى مره واحده وخلاص. وخلاص كده بعد ما قطعت كل كميه اللفت اللي عندي، شايفين حجم القطعة ما شاء الله كان مناسب جدا، لو حابة تكبري القطعة اكتر من كده براحتك. ودول هعملهم معاكم اللي هو التخليل البطيء لو انت عايزة تحتفظي بيه لمدة شهور او شهر رمضان، بس انا طبعا هجيب كمية تاني لسه وهخللها لشهر رمضان ان شاء الله علينا وعليكم بخير. ودلوقتي الخطوة اللي هنعملها، هنجيب كده معلقتين من الملح وهنرشها على اللفت عشان يصفي المية اللي فيه. المية اللي بتبقى في اللفت يا بنات بتبقى ريحتها كريهة جدا وبتغير طعم المخلل، بصراحة انا ما بحبهاش ولازم اعمل الخطوة دي، والخطوة دي اساسية. هنقلب اللفت بالطريقة دي، ودلوقتي هنحطهم في مصفى عشان بس يصفوا المية اللي فيهم. خلاص كده هسيبه على الرخامة لحد ما يصفي المية اللي فيه تماما. وهنعمل نفس الخطوة مع مخلل اللفت اللي هنسيبه لرمضان او هنحتفظ بيه لمدة شهور. بس قبل ما نرش عليه الملح بالسكينة كده هتشقيه شقة بسيطة جدا عشان المحلول الملحي يدخل داخل اللفت كمان ويتشرب حلو من المحلول الملحي، ولما تيجي تقطعي اللفتاية تلاقي قلبها من جوه مستوي. هنرش دلوقتي معلقتين من الملح وهنسيبها تصفي، ونسيب اللفت يصفي المية اللي فيه. سبتهم على الرخامة لمدة 4 ساعات، تقدري تعملي الخطوة دي من بالليل وتبيتيه لتاني يوم، بس انا سبته 4 ساعات بس. وبعد مرور 4 ساعات كان عندي قرنبيط. هجيب القرنبيط هغسله غسلة كويسة جدا وهنقطعه وردات صغيرة. عايزة اقولك بعشق حاجة اسمها مخلل قرنبيط، بموت فيه، جميل جدا، من احلى انواع المخللات اللي بحبها مخلل القرنبيط. قطعت وردات صغيره بالشكل ده، وكان عندي واحده بنجر قشرتها وغسلتها وقطعها قطع صغيره بالشكل ده. ما بحبش البنجر يكون كتير في مخلل اللفت، بحب كده اللون البنك الهادي. وخلاص كده بعد ما قطعت البنجر، دلوقتي عندي ميه بتغلي في الكاتل، الكاتل لسه فاصل. هنزل على القرنبيط، عايزه القرنبيط يتسلق 3/4 سلقه كده عشان يستوي بسرعه مع مخلل اللفت. دلوقتي هنضيف 2.5 معلقة من الملح لكل كوبايه ميه، معلقه ملح، بس انا مش برتبط بكده بصراحه، بدوق الملح ولو لقيت الملح مظبوط خلاص، لو محتاج ملح بزود، بس انا بقولك لكل كوبايه ميه هتحطي معلقه من الملح. هنقلب كده كويس جدا وهنغطيه وهنسيبه على الرخامه لحد ما ياخد درجه حراره المطبخ، والميه تبقى كانها نازله من الحنفيه عشان المخلل اللفت ما يتهريش معاكي. شايفين الميه اللي صفاها وكمان لونها غامق جدا. دلوقتي هنضيف على الميه دي اللي هي المحلول الملحي، هنضيف معلقتين من السكر. هتضيفي معلقتين بس من السكر وهنقلب كويس جدا. هقلب كويس جدا، وكده المحلول الملحي بتاع اللفت البطيء او اللفت اللي هنحتفظ بيه الشهور عندنا كده بقى جاهز. ما بنضيفلهوش خل عشان ما يتهريش، وكمان عشان ياخد وقت كبير عندنا. دلوقتي هننقص الميه دي وهناخد منها المحلول الملحي لللفت اللي هنخليه لشهر رمضان ان شاء الله علينا وعليكم بخير. وخلاص كده دلوقتي هنشوف هنضيف ايه تاني على محلول الملح اللي هو لللفت السريع او اللفت اللي هناكل منه بعد اسبوع. هنضيف عليه معلقه صغيره من البابريكا، وما تستغربيش، جربي الطريقه دي وان شاء الله هتعتمديها مش هتعملي غيرها. ضفت معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه من الشطه، وكمان هضيف عصير ليمونتين، وما تستغربيش الليمون هيخلي طعم اللفت روعه. وكمان يا بنات ضفت ربع كوبايه من الخل، بس اتفاجئت ان الموبايل فصل بعد ما ضفت الخل. يعني انا بعد ما عصرت الليمونتين دول ضفت ربع كوبايه من الخل،
بس زي ما قلت لك اتفاجئت التليفون فصل عندي. البرنامج بتاع المونتاج دايما بيخلي التليفون يفصل ويشتغل لوحده. شايفين الميه هنا؟ بقولك الميه بارده جدا كانها نازله من الحنفيه. اوعي تحطي الميه سخنه على اللفت هيتهري معاكي. ودلوقتي هنجيب البطرمان او البرطمان. انا بصراحه بقول عليه البرطمان. غسلته غسله كويسه جدا، عقمته طبعا بميه وخل ونشفته كويس جدا من الميه. ودلوقتي هنحط نص كميه اللفت، وهنزل دلوقتي بنص كميه المحلول عشان اضمن بس ان كل حبايه من اللفت او كل قطعه من اللفت الميه وصلت لها، عشان كله في الاخر يبقى لون واحد. خلاص كده بعد ما ضفت نص كميه الميه هكمل باقي كميه اللفت. ودلوقتي هنضيف باقي المحلول الملحي. وجربي الطريقه دي، انا نفسي فعلا تجربيها وتشوفي الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه اللي احنا متعودين عليها. الطريقه دي جميله جدا بصراحه، تاني سنه اعملها، عجبتني جدا، طعمها روعه، مختلفه تماما عن الطريقه العاديه. اضافه الليمون مع الشطه مع البابريكا بصراحه بتدي طعم روعه. وخلاص كده الميه دي احنا مش محتاجينها دلوقتي، هنتخلص منها. عايزه اقولك ريحه الميه دي بتبقى كريهه جدا وبتبوظ طعم المخلل معاكي. وبكده المخلل بقى جاهز، بس فاضل حاجه واحده، هنضيف عليه شرائح من الليمون عشان يفضل معاكي بنفس اللون لحد اخر واحده وما يسودش معاكي. جربي تضيفي شرائح الليمون دهية وانت هتشوفي الفرق بنفسك. وخلاص كده المخلل بقى جاهز. هنجيب كيس تلاجة عندنا يكون نضيف وهنقفل بيه البرطمان كويس جدا عشان مفيش هواء يدخل للمخلل. ودلوقتي هنشوف مع بعض مخلل اللفت اللي هو هيقعد عندنا ان شاء الله بالشهور. هاتي اي علبة اي برطمان عندك يكون نضيف، وهنحط المخلل او اللفت زي ما هو كده سليم، طبعا بالملح اللي عليه، انا ما غسلتهوش من الملح. ودلوقتي هنضيف محلول الملح اللي هو عبارة عن مية وملح ومعلقة سكر وكمان البنجر، بس مفيش اكتر من كده. ما تضيفيش عليه خل عشان ما يتهريش منك ويستوي بسرعة. المية هنا حسيتها كانت قليلة فانا زودت مية. الكاتل كان فيه مية سخنة بس بردت طبعا، خدت درجة حرارة المطبخ. هزود حبة مية كده قليلين وهضغط على اللفت لتحت بس عشان يتغطى كله بالمية، وهغطيه. وده هسيبه ده اركنيه براحتك زي ما انت عايزه لرمضان، لبعد رمضان براحتك، هيعيش معاك ان شاء الله زي ما هو، مش هيحصل فيه اي حاجه. وده تاني يوم هنشوف مخلل اللفت مع بعض. والله اقسم لك بالله المخلل ده كان تاني يوم اكلنا منه، كان طعمه تحفه جميل جدا. وعايزه اقول لك كمان اللون البينك الهادي ده جميل جدا، انا بحبه، ما بحبش البنجر يكون فيه ازيد من كده. شايفه لونه ما شاء الله جميل جدا وطعمه وريحه تحفه. اتمنى لو الفيديو عجبك لايك كتير للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفه قطعه اللفت ما شاء الله واخده لون جميل جدا، وعايزه اقولك استوت، فيها قرشه بسيطه جدا كده بس من جوه لسه اللي هي ما استوتش. عايزه اقولك هو اخره يومين وتاكلي منه. شايفه كمان لون الميه جميله جدا، اضافه البابريكا مع الشطه اديته طعم تحفه، كمان الليمون. شايفه لون المخلل ما شاء الله روعه. اتمنى ان شاء الله تجربيه ويعجبك. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم واشوفك في فيديو جديد وباي.